اهلا اهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. باقي كام يوم ويبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب. تعالوا اقول لكم كام معلومة عن معرض السنة دي، واقول لكم كمان ازاي بجهز للمعرض. قبل ما نبدأ بس محتاجين ان احنا ما ننساش اخواتنا في فلسطين وفي السودان، ندعي لهم ان ربنا يخفف عنهم وينصرهم ويحميهم، ويعني ينتقم من أعدائنا وأعدائهم في أقرب وقت ممكن. قولوا آمين. معرض القاهرة السنة دي في دورته ال55 هيقام في الفترة بين 24 يناير ل 6 فبراير، وهيكون مفتوح للجمهور من يوم 25 يناير، والكلام ده في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. والدولة بتاعتنا ما شاء الله عليها مشكورة هتكون موفرة خطوط نقل من وإلى المعرض لتسهيل ذهاب وإياب المواطنين. شخصية معرض القاهرة السنة دي هو الدكتور سليم حسن، العالم في علم المصريات واللي له أبحاث كتير جدا في تاريخ مصر وحضارتها القديمة. أما شخصية معرض الطفل فهتكون للكاتب يعقوب الشاروني، وهو أحد أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي. واختيار الشخصيات دي بيكون بمثابة تكريم وتشريف ليهم على كل إسهاماتهم في المعرفة بجميع أنواعها. أما الدولة ضيف شرف المعرض السنة دي فهي دولة النرويج، وانا الحقيقه مش عارفه هما ليه وعلى اساس ايه بيختاروا الدوله دي، ولكن الدوله دي بيكون ليها جناح خاص بمعروضاتها، الاعمال الفنيه، التراث، ابرز ملامح الدوله. كمان بيكونوا عاملين جزء خاص بالشخصيات المهمه والملهمه والمؤثره في الدوله ضيف شرف المعرض. مش عارفه ليه حاسه ان هما لو كانوا اختاروا دوله جنوب افريقيا كانت هتبقى مقنعه اكتر الحقيقه. جنوب افريقيا اخواتي، قلب. اما بقى بالنسبه لتذكره المعرض فهي ب5 جنيهات فقط، تقدروا تشتروها من تذاكر شبابيك التذاكر هناك في المعرض، او تحجزوها من على الموقع الرسمي لمعرض الكتاب. وانا انصحكم انكم تحجزوها من على الموقع بالذات في ايام الخميس والجمعه والسبت، لان الايام دي بتكون اجازه وبتكون زحمه جدا، فعشان تلحقوا اليوم من اوله يا ريت تكون تذكرتك معاك وانت داخل. وعلشان تعرف تحضر اليوم من أوله محتاج تعرف إن المعرض بيفتح من الساعة 10 صباحا و8 وحتى 8 مساء، ولكن أيام الخميس والجمعة بتمتد فترة أو ساعات المعرض لحد 9 مساء. وانت رايح المعرض بقى البس لبس مريح علشان تقدر تتحرك براحتك وتكون مرتاح ومبسوط. ممكن كمان او مش ممكن، انت لازم تاخد معاك اكل وميه مشروبات سخنه، كاندي وسناكس، كأنك رايح رحلة كده بالظبط. خد معاك شنطة كمان تكون كبيرة ومريحة في شيلها علشان تقدر تحط فيها حاجتك وتحط فيها كمان الكتب اللي هتشتريها. بس كده، دي كل الحاجات اعتقد اللي انت محتاج تعرفها عن المعرض. لو في حاجة انا نسيتها ومهمة يا ريت كل الناس خبراء المعرض يكتبوها لنا في الكومنتس. دلوقتي بقى تعالوا اقول لكم ازاي بجهز لمعرض الكتاب. اول حاجه بعملها اني ببدا اعمل جرد لكل الكتب اللي عندي في المكتبه، وببص كده على العناوين منعا للتكرار. تاني حاجه بعملها اني ببدا اشوف قائمه الكتب اللي نفسي اقراها واللي دايما بزودها بعناوين جديده يعني بتيجي قدامي، بكتبها في لستة الكتب المقترحة او الكتب اللي نفسي ان هي تكون عندي في مكتبتي واقراها يوما ما، عشان اعمل من الليستة دي لستة تانية لمشتريات المعرض او الكتب اللي هنزل اشتريها طبعا واماكن تواجدها. ايه كمان بعمله علشان اجهز للمعرض؟ بتابع برضو كل دور النشر المفضلة عندي، بشوف كل الاصدارات الجديدة اللي بينزلوها. ومن الحاجات المميزة جدا في معرض القاهرة السنة دي انه اخيرا دار عصير الكتب هتكون موجودة السنة دي في المعرض باصداراتها الجديدة والقديمة المميزة جدا الحقيقة. بعد ما بجهز الليست اللي انا عايزاها بكتب الكتب، ومكان دار النشر اللي انا هشتري منها الكتاب، وكمان مكان دار النشر دي جوه خريطة المعرض هتكون موجودة في صالة 1 ولا 2 ولا 3، في جناح رقم كام، كل الحاجات دي بالتفاصيل عشان اوفر على نفسي وقت ومجهود التدوير كتير عن اماكن الكتب اللي انا محتاجاها. كمان من الدور الاساسية اللي ما ينفعش اعدي معرض الكتاب من غير ما ازورها، جناح طبعا الهيئة العامة المصرية للكتاب، دار المعارف، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة. الدور دي بيكون فيها سلاسل كتب حرفيا بتكون كنوز وبتكون بأسعار مخفضة جدا، ويمكن دي الدور اللي أنا بشتري منها أغلب الكتب بتاعتي.
حد بقى هيجي يسألني يقول لي طب انا الاقي فين خرائط المعرض دي؟ هقول لك هتلاقيها موجودة وبيعلنوا عنها على الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب وكمان الموقع الرسمي. ولما تروح هناك المعرض هتلاقيها متعلقة ب يعني بانر كبير جدا بطول المبنى، موجود في دار النشر برقم الجناح برقم الصالة بكل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها. طيب انا بناء على ايه بختار الكتب والموضوعات اللي هشتري فيها كتب علشان اقراها؟ ازاي يعني بحضر الليستة اللي بتكلم عنها من اول الفيديو؟ بختار الليستة دي بناء على الموضوعات اللي انا مهتمة اني اقرأ فيها. يعني مثلا كتب عن التاريخ، كلنا الفترة اللي فاتت كنا محتاجين ان احنا نعرف اكتر عن تاريخ القضية الفلسطينية علشان نفسنا وعلشان نوعي الناس اللي حوالينا. انا مهتمة مثلا اني اعرف عن التنمية البشرية وتطوير الذات، محتاج اني اعرف اكتر عن امراض، او مثلا اقرأ في علم النفس، محتاج اني اجيب روايات علشان تفصلني شوية عن العالم والواقع الجميل اللطيف اللي احنا عايشين فيه. كل دي حاجات هي اللي بتحدد لي ايه هي مشترياتي من المعرض، ايه هي الكتب اللي هشتريها. طبعا بناء على ناس انا اكون قرأت لهم قبل كده فانا يعني واثق في كتابتهم، او يكون عن طريق ترشيحات طبعا البوك تيوبر اللي بيتكلموا عن الكتب وبينقلوا تجربتهم مع الكتب والكتاب المختلفين. دي الحاجات اللي انا بشتري على اساسها الكتب من المعرض. سامعاك يا اللي بتقولي نازله المعرض تاني وهتشتري كتب تاني وانتي اصلا لسه عندك كتب ما فتحتيهاش. تعالي انا هجاوبك. تعالي. اول سبب ان الكتب دي مش زي الخضار، بنستنى لما تخلص بعد كده ننزل نشتري غيرها. كل فترة بيكون في اصدارات جديدة، قضايا جديدة، افكار جديدة، الانسان دايما يحب ان هو يقرأ فيها ويعرفها ويقتني الكتب اللي بتناقشها. تاني سبب هي فكرة معرض الكتاب. معرض القاهرة اللي هو من أكبر المعارض اللي بتقام في الوطن العربي والعالم، واللي بيكون فيه مجموعة كبيرة جدا من دور النشر المختلفة اللي بيجمعهم في مكان واحد في وقت واحد. and guess what؟ إن الحدث ده بيكون مرة واحدة في السنة، فلازم نستغل الفرصة يا جماعة. تالت سبب مهم ان معرض الكتاب مش لشراء الكتب وبس، ولكن معرض الكتاب بيكون فيه ندوات وفعاليات مهمة واجواء ثقافية حلوة جدا ممكن ان احنا نستمتع بيها من غير ما نشتري كتب عادي جدا. ولان اللي بيقدم الندوات والفعاليات دي شخصيات مشهورة وناس احنا ممكن نكون بنحبهم جدا ومش هنقدر نقابلهم في اي مكان تاني غير في المعرض. رابع سبب، المعرض ليه أهمية خاصة بالنسبة لي لأني بكون مكتبتي يا جماعة، مكتبتي اللي هتكون خلفية فيديوهاتي يوما ما إن شاء الله، بس أوفر لها مكان وأجمعها كده وتكون مليانة بالكتب الحلوة اللي على ذوقي. والمكتبة دي محتاجة إيه يا ترى؟ محتاجة كتب، والكتب دي نجيبها منين؟ من المعارض ووقت الخصومات والتخفيضات. بعدين أنا من البوك تيوبر القلائل جدا اللي يعني بشتري كتبي من الدور الرسمية، السور الأزبكية. بحاول على قد ما أقدر إني أوفر في الميزانية. يبقى أنا غلطان؟ إلا بس أنا زعلان. عندك حق. خامسا وأخيرا، شراء الكتب متعة لا يقدرها إلا القراء يا جماعة، فسيبونا نفرح وننبسط. وحد هنا يكون خلص فيديو النهاردة. بشكركم جدا واتمنى انه الفيديو يكون عجبكم واستمتعتم، وما تنسوش دعم القناة باللايك والشير والمتابعة. واشوفكم على خير في فيديو تاني جديد من تربيب الكتب مع ايمان سعيد، والسلام عليكم.